بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل حاجة جميلة جدا وحاجة أنا شفتها على النت وقلت أجربها وأحكم عليها بنفسي، وهعملها لكم البداية بطريقة صحية. عندي هنا زبادي بحطه في شاشة أو أي قماشة عندكم، وتحتها مصفى تنزل مية، ونحطها في التلاجة لغاية ما خلاص المية تنزل خالص منها وتتحول لجبن قريش. ممكن انا مش هشكلها طبعا جبنه كده قطع واقعد اعملها بالشوكه او بالحصيره، لا لا، لان انا هعملها كريمه حلوه. انا هسميها زي ما شفت في عنوان كده كريمه الجبنه القريش. شايفين معانا عملت القماشه كده الشاش بتاع الجبنه، وهحطه في التلاجة بعد 3 ايام 4 ايام براحتكم خالص، لغايه ما تحسوا ان خلاص الجبنه فقدت كل الميه اللي فيه. شايفين الجبنه معايا؟ هجيب كاكاو يكون نوع جميل جدا ساده، وهيكون معايا عسل او سكر دايت زي ما تحبوا. عندي هنا العسل وعندي هنا الكاكاو نوع كويس جدا، لون فاتح ازاي وطعمه جميل. ما نجيبش لون غامق لان ده بيأثر على الطعم فيما بعد. بس هي دي المكونات: عسل، كاكاو، جبن. واتفرجوا على الجمال بقى. نحشي بها كيكات، نحطها بين بسكوتات، نزين بها تورتات. وانا عملت على القناة فيديو اللي هو الكب كيك بتاع الشعري والبطاطا، ده كانت الزينة بتاعته هي الكريمة دي. ولسه ان شاء الله اعمل منها حاجات كتيرة، تابعوني عشان لسه عندي افكار كتيرة جدا احب تشاركوني فيها. يا رب تنول اعجابكم. شايفين الجمال وناعمة وطعمها مفيش طعم جبنة خالص. انا مكنتش مصدقة لما جربت بنفسي ودقتها، مفيش ولا اكنها جبنة قريش. يعني لو اكلتوها لحد لا يمكن يقول ان دي جبنة قريش. الطعم رائع جدا وتنفع في الزينة وفي الاكل، وممكن نفرزها ونقدمها كايس كريم، يعني براحتكم خالص. يا رب بقى اللي وصل معايا لاخر الفيديو ما ينساش بقى التعليق زي كل مره والاعجاب. كبروا القناه. شايفين الجمال؟ مين يصدق ان دي جبنه قريش وحاجه صحيه، لا مواد حافظه ولا كريم شانتيه بودره ولا الكلام الفارغ ده كله اللي بيأثر على الصحه.